ازيكم فنانين؟ اخباركم عاملين ايه؟ معاكم اخوكم مازن العجوز. فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي ممكن تحفر الصور على الخشب او على الجلد او ايا كان الماتيريال اللي انت عايز تستخدمها بطريقه سهله جدا، بدون برامج، بدون اي شيء. انا طبعا كنت عامل فيديو قبل كده هتلاقيه على القناه، وازاي تعمل وازاي تظبط وايه الكلام ده كله، بس الطريقه دي اسهل لو انت مش عاوز تسطب البرنامج او حابب طريقه سريعه يعني. تمام. في البدايه بتخش على الموقع، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن. الموقع سهل وبسيط جدا، الموقع فيه حاجات كتيره جدا ممكن تستخدمها. ممكن انك تعمل بيه بازل، تعمل بيه حاجات، تقدر انك تحول حاجه لفيكتور، كرتون، مش عارف ايه الكلام ده كله. بس طبعا مش كله بيبقى متاح مجانا، في حاجات بتكون مدفوعه. بس احنا اللي يهمنا كشغل ليزر او كحفر صور ان هي موجوده في المجاني كده، الدنيا زي الفل. تمام. اول حاجه بتعملها طبعا انك بتعمل ابلود للصوره، بتنزل تحت شويه بتعمل ابلود للصوره. انا حملت صوره من على النت وعملت لها ابلود، هي دي الصوره اللي هنستخدمها. تقدر انك تعمل لها كروب، تكبرها تصغرها، او تشوف مثلا تشيل خلفيه، تشيل حاجه. بعد كده بتعمل ريسايز، انك تقدر تزود عدد البيكسلز بتاعتها، او تزود الريزولوشن بتاعها بحيث تكون اوضح شويه لو حابب. تمام. بعد كده تقدر اد تكست، انك تضيف هنا كلمه مثلا او اي حاجه، الحاجه اللي انت عاوزها برضو انها تقدر تحفر، بس ممكن تقدر تضيفها من بره عادي. بعد كده هنا بتختار الماتيريال هنا الحاجه اللي انت عاوز تشتغل عليها. هنا بيقول لك المكنه اللي انت تشتغل عليها ايه، بخليها CO2. تمام. وهنا بيقول لك مثلا اكريليك، هنا ازاز، جلد، خشب، مش عارف ايه. خلينا مثلا الخشب هنا، وبعد كده بضغط على اوكي. تمام. هنا بيقول لك سكيبنج ريسايز كوز. تمام. انا بقول لك ان هو ممكن يقلل الجوده بتاعتك طالما انت ما عدلتش الريزولوشن بتاعها او كده. بس انا زي ما قلت لك ان ده حاجه سريعه. تمام. بقول له كونتينيو، مفيش مشاكل. وبعد كده هيبدا ان هو يحول لي الصوره زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. نقدر ان احنا نعمل لها ميرور لو انت عاوز تقلبها مثلا على الاكريليك. يعني الاكريليك بيتحفر زي ما قلت قبل كده، بتحفره على ظهره بحيث يدي لك كواليتي اعلى ويدي لك توزيع اضاءه احسن بكتير. تمام. فبعملها مثلا ميرور لو انا احفر على اكريليك، بس انا مش هحفر على اكريليك فخلاص. تمام. هنا تقدر انك تظبط بقى الحاجات دي كلها، تشيل مثلا حاجات، تزود حدة، تزود مش عارف ايه الكلام ده كله، لحد ما تبدأ انها تظبط معاك على سبيل المثال كده. تمام. بعد كده بضغط على ابلاي. تمام. يعني مثلا هنا البرايتنس اللي هي الاضاءة بتاعتها نحاول مثلا نقللها سيكة. تمام. اعتقد كده بقت اوضح شوية تاني كمان. بعد كده باجي عامل داونلود وداونلود PNG. بعد كده بضغط على سيف بالمنظر ده. باجي فاتح برنامج المكنه. تمام. اول ما افتح برنامج المكنه بلاقيها ظاهره معايا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ولو لاحظت فوق هتلاقيه معمول سكان، على حسب بقى انت طبعا بتظبط السرعه والباور المناسب للشغل بتاعك. تمام. دي كده كانت الطريقه دي تعتبر اسهل طريقه ممكن انك تشتغل بيها حفر على الخامات عموما بشكل عام. فلو الفيديو عجبك واستفدت منه بأيا كان بقى الاستفادة، فما تنسانيش في لايك للفيديو ده، واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. كان معاكم مازن العجوز، والسلام عليكم.